السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنديروا مع بعض طريقة العمل ديال القندورة اللي غنديروها بهذا الطوق هذا اللي كيف كتشوفوا معايا. هذا الطوق كتشروه واجد هكذا، كاين أشكال وأنواع فيه غزالين، أشكال فنة زوينين هكذا، أثمنة جد مناسبة، يعني ما غاليش وكيجي راقي في القندورات. بالنسبة لهاد القندورة هذه غادي نستعمل لها كيف غادي تشوفوا معايا. هاد الثوب هذا اللي هو ثوب ديال الكريب، عندي فيه 220 سنتيم في الطول على 1.5 متر في العرض. فغادي نطوي هاد الثوب هذا بطريقة تنكيس، يعني غنطوي على العرض ديالو، غنطويه على 4 بهذا الشكل هذا. غادي نخدم دائما من الجهه اللي هي مغلقه، يعني الامام والخلف غادي يكون مغلق، وبهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، كيف هو واضح امامكم. وغندوزو دابا ننزلوا القياس اللي عندنا. اول حاجه غادي نطراسي على ليزيير، يعني ديك الحاشيه ديال الثوب اللي خاصني نقطعها. من بعد ما طراسيتها غادي نبدا دابا ننزل في القياس كيف كنقول لكم دائما على حسب كل وحده. هنا درت 8 سنتيم، درت 20 سنتيم لعرض الكتاف غير باش ننزل 3 سنتيم ونقاد الكتف ديالي. من بعد هنا نزلت ب3 سنتيم عفوا، طراسيت بالنسبه للظهر. ثم غادي ناخذ المسطره غنطراسي الكتف، وغادي ندي حتى الاخر ديال الثوب، لان غادي نفصل هاد القندوره هذه بطريقه الكم كيمونو. هنا بالنسبه للطول ديال الكتف مع الكم درت 48 سنتيم من النقطه ديال العنق على البواني او المعصم، على حسب فين غيوصل لكم، يعني ماشي دائما المعصم. غادي ندير عرض ديال الكم 23 سنتيم كيف كتشوفوا معايا طراسيه. من بعد غادي نجي لجهه الكتف، غادي ننزل ب 24 سنتيم، وغادي ندير نقطه اللي غادي ناخذ عليها العرض ديال الصدر. هنا درت 31 سنتيم بالنسبه لربع دوره الصدر. فهاد القياس هذا قياس كيلبس تقريبا الام والال والاكس ال، يعني كتكون قندوره عريضه وكتنزل، يعني صادابطه توت لي طاي هكذا، كتجي انسيابيه مع لو كور. من بعد غادي ناخذ الطوله ديال القندوره، تتبقى كذلك الطول على حسب القامه. هنا درت 1.45 متر سنتيم. بالنسبه للاسفل درت 50 سنتيم بالنسبه للعرض ديال الاسفل ديال القندوره. ثم غادي نوصل ما بين النقطه الاسفل مع النقطه ديال تحت الابط. غادي نديه بهذا الشكل هذا، نحاول نجر لكم الثوب باش يبان لكم. بعد غادي كيف قلت لكم غنوصل ما بين النقاط بهذا الشكل هكذا. ثم غادي نجي لهنا وغادي نديرو بشكل دائري بهذا الشكل هكذا. عفوا. وغادي نرجع للاسفل، وغادي ناخذ المسطره الخاصه بالدائره باش يجيني الاسفل دائري. ما عندكمش هاد المسطره هذه غتستعملوا سنتيم كيف كنديروا، كيف درتو في بعض الفيديوهات. بالنسبه لي ما عندهاش هاد المسطره، كتبقى شاده السنتيم في العنق وكتبقى تدور، وهي كتاخذ نفس القياس حتى كيجيها بشكل الاسفل يجيها بشكل دائري. اولا طلع ب6 سنتيم وتقاد الاسفل ديال هاد القندوره هذه. من بعد غادي ندوزو دابا نقصوه
بهذا الشكل هذا كنتبعوا التراساج اللي حنا درنا. هي الفصاله كتكون فصاله سهله ولكن كتجي رائعه غزاله كيف كتشوفوا معايا. هكذا غادي نكونوا قصينا القندوره ديالنا بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نفصل الامام من الخلف، والخلف غادي نقطع له او غادي نزول هذاك التقويره ديال الخلف بهذا الشكل هكذا. اما بالنسبه للامام فما غاديش ندير التقويره للامام، غادي نخليه هكذا حتى نبغي نخدم الطوق، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نخدموه. من بعد قبل ما ندوزو الخياطه غادي ناخذ هنا قطعه ديال الثوب وغادي ناخذ فيها لونفورم او التبطين اللي غادي ندير باش ندير الفينيسيون ديال الكول او الطوق ديال الظهر. بالنسبه للكول فغادي ناخذ له لونفورم ديالو بهذا الشكل هكذا. كتنزلوا الظهر وكتاخذوا عليه الباترون ديالو بهذا الشكل، وتنقطعوا هاد التبطين ديالو اولا هاد لونفورم الخاصه بالظهر. هكذا غادي نكونوا قصيناها بهذا الشكل كتجي. ثم دابا غادي ندوزو نخدموا الطوق د الامام. هنا خليت الثوب على زوج، طراسيت يعني درت علامه على الوسط، وغادي ناخذ كذلك طباشير وغادي نطراسي الوسط ديال الامام بهذا الشكل هكذا. ضروري باش الطوق يجينا مقاد، يجينا يعني ما يجينا لا مايل لا حتى شي حاجه. غادي ناخذ كذلك الطوق غنتني على زوج وغادي ناخذ الوسط ديالو ندير علامه عليه بهذا الشكل كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي ناخذ هذا اللي قدامي فهو الظهر ديال القندوره، غادي ننزل عليها الوجه ديال هذا الطوق هذا، يعني الوجه ديال الطوق على الظهر ديال القندوره، وغادي نثبت بالفنايت كيف كتشوفوا معايا. دائما غادي ننزل الوسط على الوسط ونحافظ دائما على الوسط مع الوسط باش ما يجينيش الكول مايل وتكون الخدمه مضبوطه. نستعنوا بالزيبانغل بالفنايت ونثبتوه، ومن بعد ما نثبتو غادي نخيط على الحرف ديال الطوق كيف كتشوفوا معايا كيف ما هو واضح امامكم. وهنا كنستعمل هاد الصباط اللي هو ديال الرجل وحده اللي كنخدموا به، مثلا كنخدموا به السلسله الخفيه او السحريه او السلسله انفيزيبل، هو اللي غادي نخدم به. بعد ما ثبتو دابا غادي ندوزو نخيطو على الحرف ديال هذا الطوق هذا كما كتشوفوا معايا. نزولوا دوك الفنايت ونخيطوه بهذا الشكل. من بعد ما خيط الطوق بهذا الشكل هكذا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الطريقه جد سهله. دابا عاد غادي ندوز نقص هذاك الزائد ديال الثوب بهذا الشكل هذا. ثم كناخذوا
الكول، وكندير فيه هاد الضربات هاد بالمقص، لانه دائري باش يجينا سهل منين نبغوا نقلبوه بهذا الشكل هكذا، باش يجينا كذلك سهل في هاد بالنسبه نبغوا نقلبوه للامام. فكنزيدو نديرو واحد الخياطه على الثوب بهذا الشكل هكذا، باش هو كيجي سهل انه يتقلب الجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا كندير واحد لا سور بيكور بهذا الشكل هكذا، وتنقلبوه وتيجينا في الوجه ديال الثوب بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا معايا. كيجي رائع هذا الكول هذا. وكيف قلت لكم هذوك الفتحات اللي تنديروا في الثوب فهو اللي كيساعدنا بان الكول كيبقى واخد الشكل دائري وما كيجيش مشدود، يعني ملي كنبغوا نقلبوه بحال هكا ما كيجيناش عاصي اولا مشدود في الخياطه، كيجي سهل وتعطي ديك الدائره ديال الكول، دائره مزيانه يعني زويونه كيف كتشوفوا معايا. وكيجي بهذا الشكل هكذا، وكذلك ديك الخياطه كتعاونوا انه يتقاد لينا الكل بهذا الشكل هكذا. من بعد غادي نبدا دابا ندخل هذاك التول اللي منزل عليه هذا الكول هذا، فكندخلو بهذا الشكل هكذا كذلك، وغادي نخيط كذلك على الحرف ديالو باش نثبت الطوق بهذا الشكل هكذا. غادي نبدا نخيط وانا تندخل هذاك التول لداخل بهذا الشكل هكذا كيف هو واضح امامكم، يعني الخياطه واضحه. فكيف شفتوا معايا في طريقه جد سهله ولكن نتيجه رائعه. هكذا غنكون ثبت الطوق بهذا الشكل هذا كيف ما هو واضح امامكم، كيجي بهذا الشكل، كيجي دائري ومقاد وكيجي غزال وكيجي وهداك ما كيجيش لا ميل لا حتى شي حاجه. من بعد دابا غادي ناخذوا الظهر وغادي ناخذوا لونفورم ديالو وغادي نثبتوها بهذا الشكل هذا. غادي نخيطو من بعد ما رجعت الصباط العادي ديال الماكينه بهذا الشكل هكذا. وكذلك لابد نديرو هاد الكرانطاج، يعني ضروري نديرو هاد الفتحات هادو كذلك، ونقلبو ندير الخياطه تاني دائما كتسهل العمليه ديال قلب هاد لونفورم للداخل، هي كتجي سهله. بعد ما كملتها غادي ناخذ دابا الامام مع الخلف وغادي نخيط الاكتاف، فتنزلوا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، كنزل الكتف على الكتف وكندير هذيك لونفورم فوق منهم، يعني كنعاود نلفها على الكتف ديال الامام وتنخيط بهذا الشكل هكذا. يعني الكتف ديال الامام كنجي ما بين الكتف ديال الظهر وبين لونفورم كيجي وسطهم وتنخيطو. انا درتها في شحال من مره في القناه، الطريقه كتجي زوينه وكيجي كيف كتشوفوا معايا كيجي الخياطه كتجي زوينه، كتجي ما كتكونش الخياطه باينه عند العنق، كتكون الخياطه مخفيه كيف كتشوفوا معايا. عاودتها تاني معكم باش تبان لكم، وتنخيط بهذا الشكل هذا باش الخياطه كتجي ما بيناش في الكتف.
بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كتجي الخياطه يعني الفينيسيون نقيه. ودابا غندوز نخيط الاكمام من التحت مع الجانب، يعني الباقي ديال القندوره غادي نخيطوها بهذا الشكل هذا. بعد ما خيطت لها الجوانب ديالها غادي نجي بالنسبه للاكمام غادي ناخذ هاد السفيفه هذه، سفيفه السقل اللي في لاغجونطي فضيه في النقري كيف كتشوفوا معايا على حسب لا كولور اللي كاين في الذوق. فخديت هاد السفيفه هذه اللي هي سفيفه فضيه وغادي نديرها في الكميمات كيف كتشوفوا معايا، وغادي نثبتها بالماكينه، يعني الخياطه العاديه اللي كنعرفوا ديال الخياطه ديال السفايف معروفه كيفاش كنخيطوهم على الطوق وعلى الاكمام، يعني الطريقه معروفه. اذا كنبدا اول حاجه تنخيطوا الخياطه الاولى كانتني نصف سنتيم عمل الحرف ديال الكم، كانتنيه لداخل وكننزل عليه السفيفه باش يجي هكذا يجي حتى الكم انفيني، وكندوز الخياطه الاولى بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا واضح امامكم. نتمنى انني نكون توفقت في انني نشرح لكم هذا الموديل هذا ونكون بسطته بالنسبه للبنات المبتدئات، بالنسبه للناس اللي عاد بادين في هذا الشيء دومين الخياطه هذا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو وعجبكم الموديل ما تنسونيش من لايك ومن التعليق هكذا كمحفز او كداعم لنا باش نستمروا اننا نعطوكم دائما الجديد والمفيد ونكونوا عند حسن ظنكم. وبالنسبه اللي مشتركين في القناه كنشكركم بزاف، كنشكر بزاف الناس اللي معايا في القناه اللي داعميني واللي كيشجعوني. وبالنسبه اللي ما مسجلينش في القناه ما مشتركينش في القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، وان شاء الله نستافدوا مع بعض طبعا فضلا وليس امرا. فوجودكم معنا كتكبر القناه، كتكبر بكم وكتكبر ليكم، باش الاستفاده تعم الجميع والكل يستافد، وتساعدونا اننا هاد القنوات اللي هي قنوات هادفه انها تبرز الوجود وان الناس توصل لاكبر عدد من الناس والناس يستافدوا منها. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل المشاهدين معنا. بعد ما كملت السفيفه في الكميم جات الخدمه ديالها بهذا الشكل هذا. ندوزو نشوفوا على المانكان. جا الموديل ديالنا بهذا الشكل هذا، كتجي القندوره عريضه كتجي زوينه، كيجي هذا الكل راقي فيها كل غزال، وكذلك هذيك السفيفه جات غزاله. نتمنى هذا الموديل هذا ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.